يعني هناك تقارير للخارجية الأمريكية تصف الأمن في اليمن بأنه مترهل، وأن الحكومة اليمنية ليس لها سيطرة على مناطق كثيرة، وهذا شكل من أشكال اللمز والاتهام للحكومة لأنها يمكن أن تتحمل مسؤولية في حال تفسير إعلامي. تفسير إعلامي. أولا الدولة تبسط كامل سيادتها على كل ذرة تراب في هذا الوطن، وعلى كل مياه الإقليمية ومياه الاقتصادية. هذا مش وارد. اليمن لأول مرة في تاريخها أنها تبسط نفوذها على كل شبر في اليمن. وكيف تبسطون نفوذكم على القبائل الجبلية البعيدة؟ كل قبائلنا جزء من تكويننا، هم القبائل، نحن القبائل. من هي القبائل؟ القبائل عندنا نفوذ، وذي يقول لك ما عندنا نفوذ، كذاب. احنا قبائلنا اطوع على القبائل، وهذا ما نعتز به انهم مسلحين. شوف الميزه، شوف عندما نتكلم عن غزو الشعوب واحتلال الشعوب، شعبنا شوف عظيم، رغم ان احنا نواجه سلبيات كثير في بعض الاوقات، لكن شعبنا مسلح. تستطيع انت الان تعمل استنفاء، اطلع الان مليون ونص مسلح بسيارات وبعتاد وبكل شيء ما يحتاج. يعني هذه ميزه. رغم اما قصه الجريمه هذه يقولوا عليها ان هذا شعب متخلف وقبلي، شعب متخلف مزودين بالسلاح. طبعا افضل من ما ان يروح بالبنطلون والسروال حقه، يعني يدفعه في الشوارع. لا، خلي بسلاح. يعني انت لن تنزع سلاح؟ لا ابدا، انظم السلاح. حتى في متطرفين اسلاميين يخطب لك ويبكي كلام مش مسؤول. احنا نقول تنظيم حمل السلاح وليس منع حمل السلاح. ولهذا استطيع استنفر 1.5 مليون الى 2 مليون اكثر من ما استنفر الجيش.